ايه الوقت اللي هياخده بعض الاكلات في الهضم؟ طب انا لما اعرف المعلومه دي يا دكتور هستفيد ايه؟ هعرف قد ايه الاكل ده هيبقى مشبع وهيقعد في معدتي فتره طويله، فهيشبعني ويخليني مفضلش طول الوقت عندي نهم وجوع. فممكن اكتر لو انا باخد بروتين، اكتر من انواع البروتين اللي بتقعد في المعده اكتر وبتاخد وقت اكتر في الهضم. تعالوا اديكم مثل. الخضار مثلا بياخد حوالي 45 دقيقة في الهضم، اما الجبنة بتاخد ساعتين عشان تتهضم. اما اللحوم دي اكتر حاجة بتاخد وقت، بتاخد اللي هي اللحوم الحمراء بتاخد من ساعتين ل4 ساعات في الهضم. وكمان عندنا حاجة زي الموز او الفاكهة ممكن تاخد حوالي 30 دقيقة في الهضم. عندنا المخبوزات او الخبز او العيش بياخد ساعتين في الهضم، واللبن بياخد من ساعتين ل3 ساعات في الهضم. النتس والمكسرات والحاجات دي برضو بتاخد ساعتين في الهضم، اما السمك بياخد ساعة واحدة في الهضم. فكمان ناخد بالنا جدا واحنا بناخد ادوية اللي بتبقى مفصولة جدا عن الاكل، اللي بتبقى قبل الاكل بساعة بعد الاكل بساعتين. ناخد بالنا جدا جدا نوعية الاكل اللي احنا واخدينها. يعني لو واخدين حتة لحمة يبقى احنا كده الاكل هيقعد في معدتنا من ساعتين ل4 ساعات. فخدوا بالكم المعلومة دي عشان مهمة قوي.